ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ البيج رامي عمل ايه في ارنولد كلاسيك؟ بس قبل ما اقول لكم عمل ايه، ارنولد كلاسيك دي تعتبر تاني اقوى بطولة كمال اجسام في العالم. اول بطولة هي مستر اولمبيا، تاني بطولة على طول هي ارنولد كلاسيك. فالبطولة دي من يعني لا تقل اهمية قوي يعني عن مستر اولمبيا، فهي بطولة تقيلة يعني. البيج رامي ما توفقش بالمركز الاول، هو جاب مركز رابع ولكن اتحسن كتير جدا على المسرح. العيوب تداركها، ولكن بصراحه البطوله كانت قويه جدا وفي ناس كانت احق منه انها تكسب. ولكن لازم تعرفوا ان الرياضه مكسب وخساره، دي حاجه. الحاجه الثانيه، الناس اللي زعلانه ان هو جاب مركز رابع، يا جماعه انتوا كنتوا تتخيلوا ان واحد مصري عربي يترتب اصلا من السته الاوائل؟ لا، ده البيج رامي خد مرتين والحمد لله ما بيخرجش بره التوب 6. طيب البيج رامي جاب مركز رابع. بالنسبه للمركز الثالث هو اندرو جاكت، بالنسبه للمركز الثاني هو نيك ووكر، بالنسبه بقى للمركز الاول هو سامسون. وفعلا البطوله كانت قويه جدا والنتائج فعلا مرضيه. وان شاء الله البيج رامي يعمل شغل قوي جدا في اولمبيا الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.